السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنعمل مع حضراتكم النهاردة الفول المدمس بتاع العربيات الزبدة اللي هو بقوام كريمي. هنعمله كمان أحلى من العربيات كمان، يعني هنعمله بقوام كريمي من غير ما نضيف عليه بقى لا فول مدشوش ولا عدس زي ما عربيات الفول بتعمله والمحلات. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. أنا معايا نص كيلو من الفول، اللي هو الفول اللي المحلات بتعمله، نقعته يوم كامل في قلب المية. ده الفول بعد ما اتنقع يوم كامل، شايفين حجمه زاد ازاي؟ هو بيبقى شوية صغيرين وبعد ما بيتنقع ما شاء الله حجمه بيزيد. هاخده كده اغسله غسلة كويسة تحت المية واصفيه المية بتاعته، وهحط عليه بقى الإضافة اللي تديله طعم جميل جدا. بصلاية متوسطة وطماطمية متوسطة، قشرت البصلاية وغسلتهم وقطعتهم زي ما حضراتكم شايفين كده وحطهم في قلب الفول. وهنزل بقى على الفول بمية سخنة مغلية. هي دي حاجتين هيخلوا الفول بتاعك يستوى بسرعة جدا، ان الفول يفضل منقوع فترة كويسة مش اقل من يوم. تاني حاجة تحطي عليه مية مغلية، ده هيساعد ان الفول بتاعك يستوى بسرعة جدا. بعد كده هحطه على النار، على نار شمعة زي ما حضراتكم شايفين. هتسووهولي وهيبقى زي الفل. بعد ما الفول بقى استوى معانا، هاجي بقى للإضافة اللي هتديني القوام اللافف بتاع الفول. نص كوباية مية عليها معلقة كبيرة من النشا ونص معلقة من الكركم. هقلب المكونات دي كلها في بعضها كده لحد ما النشا تدوب خالص، وهاخد كده الخليط هولا هوبا كده، وهروح على الفول بتاعنا وهو لسه على النار. الفول كده عدى عليه ساعتين على النار، وكان مستوي زي الفل، استوى خالص يعني. وانا هوريهولكوا دلوقتي. دي الاضافه اللي هتديلي القوام الكريمي للفول، من غير ما نحط بقى فول مدشوش ولا عدس ولا اي اضافات تانية ولا اي تكلفه تانية خالص. شايفين الفول معانا عامل ازاي؟ الفول كده بسم الله ما شاء الله استوى بقى زي الفل. نص كيلو فول هيعمل لك كميه محترمه وهيوفر معاكي كتير جدا. شايفين الفول استوى ازاي؟ هاخد بقى الخليط اللي احنا عملناه، هنزل بيه في قلب الفول، والفول لسه زي ما انا قلت لكم لسه على النار الشمعة. هقلب بقى الفول كده تقلبتين كده حلوين، علشان الخليط دوت يتغلغل كده في الفول من فوق ومن تحت. وبعد كده هقفل على الفول وهسيبه ربع ساعة كمان. طب ربع ساعة ليه بعد ما استوى؟ عشان اضمن ان النشا بتاعته، معلقة النشا اللي احنا حطيناها دي استوت، وكمان الفول ياخد من طعم الكركم. ولو في فولية كده ولا كده لسه ما استوتش، تكمل السوا بتاعها. شايفين اللون الفاتح بتاع الفول؟ زي الفل. والبصلايه والطماطمايه اللي حطينا لهم هيدوا طعم جميل جدا للفول، يعني احنا مش هنحتاج نحط للفول اي اضافات تانية واحنا بنحضر الطبق. بعد كده بعد ربع ساعة هقفل على الفول بتاعنا بقى. سيبته بقى يهدى شوية، وشايفين الفول بتاعنا عامل ازاي؟ شايفين السوا بتاعه؟ شايفين هوريهولكوا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله الفول استوى بقى زي الفل. كده بقى الفول جاهز. حطي بقى الملح بتاعه بالزيت او بالسمنة اللي انت حابة تحطيها. آه، طحينة، حضري طبق الفول زي ما تحبيه. طبعا البصلايه والطماطمايه ديت غنت الناس عن ان هم يعملوا اللي هو التخديعة بتاعة الفول. ايه هي التخديعة؟ في ناس بيحبوا الفول بالتخديعة دي. بصلاية وطماطماية قرن فلفل يقطعوهم قطع صغيرة ويشوحوهم شوية على النار، وينزلوا بالفول، وبعد كده يحطوا الملح والبهارات والزيت. كده خلاص انا غنيتهم عن الحركة ديت. هينزلوا على طول بالملح والبهارات بس. كده طبق الفول بقى زي الفل. انا خدت بقى الفول كيسته في اكياس كده علشان انا هحطه في الفريزر. انا عملت 5 اكياس ما شاء الله محترمين، دول هحطهم في الفريزر، وفي كيسين هحطهم في التلاجة من تحت عشان احنا هنعملهم ايه يعني ايه، ورا بعض، مش هحتاج ان انا استنى عليهم فترة طويلة. يبقى نص كيلو الفول عمل معايا 7 اكياس محترمين. الكيس ده لو رحت اشتريتيه من بره مش اقل من 8 جنيه، ده إيه ما وصلش ل10 جنيه. هتعمليه في البيت بنظافة لولادك وكمان بالتوفير. نص كيلو الفول ب15 جنيه هيعمل لك ما شاء الله 7 أكياس محترمين. وكده الفول بتاعنا خلص، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.